هتاخد مكان عمرو أديب وتعمل برنامج جديد. ياسمين صبري سابت التمثيل والإعلانات وهتبقى إعلامية ببرنامج اجتماعي، وأجرها محدش كان مصدقه. تعالوا نقول لكم إيه الحكاية ومين هو صاحب الفكرة دي. كلنا عارفين إن الفترة الأخيرة ياسمين صبري بعيدة عن الساحة الفنية بعد آخر بطولة عملتها في 2020، واتجوزت من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، وهي قررت تغير النشاط تماما، وعلشان تتفرغ لحياتها الجديدة اشتغلت على نفسها وبقت موديل إعلانات، لحد ما وصلت إنها تبقى الوجه الرسمي للبراندات العالمية سواء في الأزياء أو المجوهرات. وبدل ما كانت بتنزل بفيلم أو مسلسل كل سنة بقت إعلاناتها مغرقة الشوارع. لكن واضح كده إن ياسمين ما عجبهاش الموضوع ده، وكانت عايزة تعمل تجربة مختلفة وجديدة. علشان كده قررت تدخل مجال الأعلام من أوسع أبوابه وتعمل برنامج تلفزيوني، أو بمعنى أدق هيبقى بودكاست واسمه بيج تايم، وده هيكون ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض. الغريبة بقى إنه اللي هيكون ضيف مشترك معاها هو عمرو أديب، وده اللي خلى الجمهور يبدأ فصل التكهنات، وشاف إنه بالطريقة دي ياسمين هتاخد مكان عمرو أديب، وهيبقى خلاص ده البرنامج الجديد بتاعهم، خاصة يعني إن الفترة الأخيرة بيواجه انتقادات كتير على تصريحاته في برنامجه الحكاية. لكن كل ده ما كانش هو المشكلة هو الأجر اللي ياسمين هتاخده، واللي هيكون 10 مليون دولار في السيزون الواحد، وده اللي خلى الجمهور مستغرب، خاصة إنها التجربة الأولى ليها في حاجة هي بعيدة عنها تماما. الناس اتقسمت لرأيين كالعادة. الجزء الأولاني شايف إنه مفيش مشكلة نص الممثلين سابوا المجال وبقوا إعلاميين، أو حتى بيقدموا برامج ترفيهية، وده مش بيتعارض مع مجالهم الأساسي. أما عن الأجر اللي هي بتاخده فهو موازي تقريبا لأجرها في الإعلانات، وده اللي اتعودت عليه من البراندات العالمية. والنص التاني شايف إنه من خرج من داره اتقل مقداره، وده مش الكار الأساسي لياسمين، وما ينفعش إنها تدخل في حاجة هي مش عارفاها. ومش بس كده، هما شايفين إنها حست إن فرصها بقت قليلة في السينما والإعلامات، علشان كده قررت تشوف محتوى جديد. دلوقتي بقى جدوركم تقولولنا، شايفين فعلا ياسمين هتنجح في التجربة دي ولا لأ؟ وهل الأجر اللي هي هتاخده مبالغ فيه زي الناس ما بتقول؟ شاركونا رأيكم في الكومنتات.